هل فكرت يوماً كيف يمكن للروبوتات أن تفكر وتقرر وتتحدث؟ الأمر أكثر واقعية مما تتخيل. تخيل هذا: روبوت يجري محادثة معك، يفهمك ويستجيب بشكل ذكي. بفضل الذكاء الاصطناعي أصبح للروبوتات القدرة على التعلم واتخاذ القرارات. هل يجب أن نقلق؟ أم أن هذه التقنية ستجعل حياتنا أسهل؟ بينما نحن هنا، المستقبل يصنع الآن. الروبوتات تساهم في كل جزء من حياتنا اليومية، ولكن يمكن أيضاً أن نقول بأنهم أداة، واستخدامهم يعتمد علينا نحن البشر. الثقة هي المفتاح. هل سنسخر هذه التقنية لما فيه الخير؟ دعونا نأمل بأن الروبوتات التي تفكر وتقرر ستعزز من قدراتنا وليس العكس. وها نحن هنا في هذا العصر الجديد من التكنولوجيا المتقدمة. ماذا يخبئ لنا الغد؟ يبدو أن المستقبل هنا بالفعل، ومعه فرص جديدة لا حدود لها. في النهاية، التكنولوجيا هي مجرد أداة، وكيفية استخدامها تعتمد علينا. إحدى الاستخدامات الرائعة للروبوتات هي في المجالات الطبية، حيث يمكنهم تحسين الرعاية بشكل كبير. الروبوتات أيضاً تستخدم في الصناعة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية. حتى في الزراعة، نجد الروبوتات تستهلك مهمات العمل الشاقة وتزيد من الكفاءة. المستقبل يعدنا بإمكانيات لا حدود لها في تطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي. لكن يجب علينا التأكد من أن هذه التقنيات تستخدم بطرق مسؤولة وواعية.